السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديربي مختلف هذه المرة. من يتوج بطلا لدوري النخبة السوداني أو الدوري السوداني الممتاز؟ مباراة الكلاسيكو السوداني أو الديربي أم درمان، الهلال في مواجهة المريخ أو المريخ في مواجهة الهلال. المريخ الذي يمتلك 14 نقطة على صدارة الجدول بعد الجولة السادسة، والهلال الذي يبحث عن المركز الأول أيضا في حالة فوزه سيتساوى في النقطة 14، والمواجهة المباشرة تحسم له اللقب. هي دي حظوظ الهلال، حظ واحد فقط، الفوز. نتيجة واحدة بس بتخدم الهلال في الماتش ده، الفوز يصل به للنقطة 14، سيتساوى مع المريخ أيضا في النقطة 14، ويذهب كل منهما إلى دوري الأبطال، ثم يترك كل من الزمالة أم روابة والأهلي والمدني إلى المشاركة في كأس الكاف الكونفدرالية. لكن نتيجة تخدم الهلال بكل تأكيد ليتوج بطلا. بالنسبة للنتيجة الأخرى أو المريخ محتاج إيه من المباراة؟ المريخ عنده فرصتين، وهو أعلى الأندية من خلال الأربعة في الحظوظ من أجل التتويج. الفوز بكل جدارة أيضا سيمنحه النقطة 17 ويكون مركز أول ويتوج، والتعادل كمان هيصل به للنقطة 15 اللي مفيش حد هيوصل لها أيضا، وبالتالي يتوج بطلا. يبقى المريخ بيلعب على فرصتين، فوز أو تعادل بالنسبة له هيكون تتويجه بكأس البطولة بطلا لها، ويشارك في دوري الأبطال وينتظر مين اللي هيكون معاه طبقا للنتائج الأخرى التي ستتحقق. أي بينما هناك مباراة أخرى ستلعب الاثنين، بينما مباراة الديربي ستلعب الثلاثاء. طبعا لجنة المسابقات رفضت تأجيل مباراة الاثنين بين الزمالة أم روابة والأهلي والمدني. فوز أحدهما سيمنحه بطاقة التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا رفقة البطل، أما في حالة التعادل فممكن تعصف بكلاهما ويذهب إلى كأس الكونفدرالية. ماتش الزمالة أم روابة والأهلي والمدني الاثنين الساعة 7 مساء، بينما مباراة الديربي أو الكلاسيكو المريخ والهلال أو الهلال والمريخ في انباء بتشير الى تغيير توقيتها، وهي مفترض كانت تكون 7 مساء بتوقيت السودان، لا بيقول لك خلاص هتكون عصرا، تلعب في الدامر الساعه 4 عصرا بتوقيت السودان، 5 مساء بتوقيت مصر والسعوديه. طبعا ليه؟ قال لك عشان يكون مع لو المباراه فيها تتويج بعد نهايتها، فعشان مراسم التتويج هتطول وكده يكون عندهم وقت كافي لتسليم الميداليات والكأس وتوزيع جوائز البطوله، وبالتالي الديربي سيلعب عصرا وليس مساء. المريخ والهلال وضحت لك كل الحظوظ من ناحيه التتويج. ايه ممكن يحصل من مفارقات؟ النتائج الاخرى، الزمالة ام روابة او الاهلي والمدني اي واحد منهم يكسب الثاني هيروح للنقطه رقم 14. هنا بقى لو المريخ فاز او تعادل ممكن تشوف الهلال ثالث ويلعب الكونفدراليه، يبقى الهلال لازم يلعب على المكسب عشان ده اللي هيضمن ليه البطوله وهيضمن ليه التواجد في دوري الابطال. في نتيجه ممكن تخدمه اخرى انه يكون مركز ثاني ويروح يلعب دوري ابطال. في حاله التعادل سيصل للنقطه 12، ولكن سينتظر بقى نتيجه مباراه الزمالة ضد الاهلي والمدني، ايضا لابد ان تنتهي بالتعادل عشان يكون الهلال يظل في المركز الثاني خلف المريخ. اي نتيجه اخرى الهلال مش هيكون اول ولا تاني. ده كل الحظوظ. المريخ زي ما قلت لحضراتكم في اريحيه، يا اما 17 نقطه وبطل، يا اما 15 نقطه وبطل، حتى 14 نقطة سيضمن بها مركز الوصافة والمركز الثاني في حالة خسارته من الهلال والمريخ يشاركهم في دوري الأبطال. ده أتمنى أكون وضحت الصورة الكاملة بكل المعطيات وكل الحسابات الموجودة في المجموعة الآن من خلال 6 جولات سابقة. أصحاب ال 14 نقطة نادي المريخ، وال 11 نقطة كل من الهلال والزمالة والأهلي والمدني مع أفضلية الأهداف لنادي الهلال. لكن زي ما قلت لحضراتكم العامل اللي هيحسم النتيجة اولا المواجهات المباشره، ثم بعد ذلك نبحث عن فارق الاهداف. حظ موفق للجميع ومشاهده ممتعه عبر تلفزيون السودان، نقدر نستمتع بمواجهه تليق بديربي السودان، وحظ موفق للافضل فنيا والافضل تقنيا والافضل تهديفيا على ارضيه الملعب انه يكون بطلا المسابقه. ان شاء الله يكون يعني الناديين اللي هيتاهلوا لدوري الابطال يكونوا موفقين ايضا في مشوارهم ويقدموا صوره متميزه تعكس الحاله الايجابيه التي يعيشها منتخب السودان، واللي ننتظر منه مشاركه ايجابيه تاريخيه في الشان القادم باذن الله تعالى. دمتم في امان الله وحفظ.